وصفة النهاردة انطلبت مني كتير. هي سهلة جدا، بس لما تبقي عروسة وأول مرة تخشي المطبخ وعاوزة تعمليها هتعمليها بطريقة أسهل. هعرفك على خطواتها بالتفصيل، وكمان هقولك على السر بتاعي اللي يطلع معاكي الفراخ باللون القمر ده بطريقة المحترفين. يلا بينا نبدأ. معايا فرخة بالحجم اللي المناسب ليكي أو اللي انت عايزاه. هتجيبيها وتغسليها وتنضفيها كويس وتصفيها. وبعد كده معايا بصلة مبشورة، هنزل عليها معلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، عصرة نص ليمونة، ممكن تحطي كمان حبهان. وبعد كده هتدعكي البصلة وتحشيها الفرخة من جواها ومن تحت الجلد وكده. وبعد كده هنقوم هنسلقها. معايا حلة فيها مية بتغلي، أول ما المية تغلي هنزل بالفرخة، ورق لورا، حبهان، بصل، كوب بصيني، مكعب مرق الدجاج، فلفل اسود، ممكن جزرايه. هتطعمي بيها الشرب. هنسيب الفرخه تستوي براحتها، ونيجي بقى نحضر تغذيه المحشي. معايا 3 معالق كبار زيت على مكعب سمنه كبيره بلدي او مكعب زبده. هنزل ببصلتين كبار متقطعين او مفرومين فرم وسط. هنقلبهم في الماده الدهنيه دي لمدة دقيقة بس، ان البصلة تدبل معايا، احنا مش عايزينها تاخد لون. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من معجون صلصة الطماطم، وعليهم طماطم مفرومة في الخلاط، او لو انت مفرزاها عندك هنزل بيها وهوطي عليها النار وهسيبها بقى الطماطم تفك وتستبك براحتها. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. معايا البتنجان. طبعا اليومين دول البتنجان المخدد ده اللي هو لونه موف موجود في السوق، ده فلاحي. هنجيبه ونقوره. طبعا ما بنيجي بننقي البتنجانية اللي حجمها متوسط، بتبقى جميلة في الشكل، واللي هي السرحة يعني المفرودة. ما تجيبيش المعوجة عشان ما تضايقكيش وتتقطع منك وانت بتقوريها. هنجيبها ونقورها وبالراحة وانت بتقوريها عشان ما تتقطعش منك، لان البتنجان اليومين دول غالي حبيبة قلب. وكمان لما تيجي تنزلي التقوير من المقوار ما تنزليهوش بايدك، نزليه بالعنقود بتاعه البتنجان عشان ايدك ما تسمرش، لان البتنجان بيسمر الايد بما انه فيه نسبة حديد عالية. هنقور بقى البتنجان براحتنا، وممكن تقوريه قبلها بيوم عشان تنجزي في الوقت لو انت عندك عزومة. وكمان الكوسة، بس الكوسة هتقوريها في نفس اليوم اللي هتحشيها فيه عشان ما ينفعش تتقور قبلها بيوم. هتقوريه وممكن تحطيه في كيس وتعينيه في التلاجة، وممكن تجهزي التسبيكة برضو قبلها بيوم. وكمان معاهم بقى قرنين فلفل. الفلفل ده بارد مش حامي، ولو حب حامي برضو هيدي طعم جميل للمحشي. هنقور بقى البتنجان والكوسه. وكمان بعد ما الكوسه لما تيجي تقوريها ما تتكيش عليها في التقوير جامد عشان ما تتقطمش منك في التسويه والرز يطلع من جواها. لازم تسيبي فيها كده سمك، اللي هي تبقى مليانه لحم، حتى كمان هي مسكره وكلها غذاء، فما بنحبش ان احنا نقورها التقوير كامل زي البتنجان. هنغسل البتنجان ونصفيه، ونيجي نبص بقى على الفرخه والنار متوسطه عشان ما تفرقعش منك في الشوربه وشكلها يبقى من بره مش مهذب. هنقلبها على اليمة التانية على نار هادية ونسيبها تستوي براحتها. التسبيكة معايا شغالة. هنزل عليها بقى بعد ما الطماطم فكت معلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، معاكي 7 بهارات، معاكي بهارات محشي، كمون، كزبرة، بابريكا. ممكن تحطي شطة بودر او لو عندك هريسة شطة ممكن تحطي معلقة، بتديها طعم جميل. وتحطي مكعب مرق الدجاج، توابل لحمه او فراخ، اي توابل عندك انت حباها حطيها، هتطعم معاكي المحشي وهتخلي ريحته جميله. التسبيكه كده بقت خلاص يعتبر جاهزه معايا. هنكون في الوقت ده غاسلين الرز. انا عامله كيلو ونص بتنجان ونص كوسه، هحط لهم كيلو رز او كيلو وربع رز. وبعد كده هنقوم مقلبين الرز مع الطماطم، اللي هو بس تشويحة بسيطة لمدة دقيقة. ما تتكيش عليه في السوا عشان الرز ما يستويش، لا احنا بس هنشوحه مع الطماطم تقليبة ياخد اللون الاحمر بتاعنا الجميل. وبعد كده نقوم طافيين النار، نسيبه يبرد، وبعد كده نقوم نازلين بالخضرة بتاعتنا اللي هي الكزبرة والشبت والبقدونس. بغسل الخضرة الاول وبعدين بقطعها عشان ريحتها تفضل فيها واستفاد بقيمتها الغذائية. هنقلب الخضرة بقى مع المحشي، ونيجي بقى نقوم نقلين الرز بتاعنا في بولة تانية. ونحشي بقى في الحلة اللي عملنا فيها الخلطة، ما احنا مش هنوسخ حلل كتير، احنا مش عايزين نغسل مواعين ونرهق نفسنا. بنقل في بولة كده بقى، اخد على قد ما انا هحشي وابتدي ان انا احشي. طبعا لما بتيجي تحشي حبيبتي، الرز بيبقى في 3/4 الصباع،
علشان خاطر الرز طبعا حجمه بيتضاعف بعد التسويه، فما يطلعش منك بره الصباع. والكوسه كذلك، الكوسه برضو 3/4 تسيبي عقله كده فاضيه فيها هي والبتنجان. طبعا انا نيمت الحله كده على جنبها عشان ارص البتنجان على طول وما ياخدش معايا وقت في الرص، وكمان تفضل البتنجانيه واقفه والرز بتاعها ما يقعش منها. الكوسه ما تضغطيهاش جامد في الحشو عشان ما تفرقعش منك برضو. عايزين كده الصوابع تبقى شكلها مهذب وكل صباع محتفظ بشكله. هنحشي بقى الكوسه والبتنجان والفلفل. ولو انت عندك عزومه طبعا ممكن تزودي الكميه، هتعمليه وهيطلع من ايدك زي العسل. بنات كتير بتبقى ما دخلتش المطبخ خالص، واول ما بتخش وتطبخ بيبقى نفسها جميل كأنها متدربة على المطبخ ده بقالها سنين. فكلنا بنات امارات، وانا طبعا عامله الوصفه دي. انا عارفه كلنا بنعمل محشي، بس هي طلبت مني من عروسه نفسها تعمله ومش عارفه. حبيت النهارده ان انا اصوره لكم واعمله لكم بطريقه سهله وجميله علشان ما تتعبيش. خلاص خلصت حشو بقى، هاجي بقى اقوم ايه مزوده المحشي بتاعنا الشوربه. معايا بنزود شوربه لغايه نص الصباع، يعني الصباع عندك كده توقفي لغايه عنده نص شوربه، وهنغطي عليه ونسيبه يستوي. هاجي بقى عشان خاطر تطلعي فرخه باللون القمر اللي انت شفتيه اول الفيديو ده، معايا خلطه جباره بتاعت ام جودي وبس، هتعمليها هتديك اللون القمر ده. معايا معلقه معجون صلصه طماطم، معلقتين كاتشب، معلقتين صويا صوص، معلقه مستردة، معلقه باربيكيو صوص، معاهم ملح فلفل توابل فراخ، ومعلقتين كبار من الزيت. ولو انت في حاجه من دول مش عندك استبعديها خالص من الخلطه، ودهني بقى بيها الفراخ الجميله دي. وانا هسيب لكم برضو التوابل والمقادير دي في التعليقات وفي صندوق الوصف. هندهن بقى الفرخه، وبعد كده هندخلها تحت الشوايه بس تاخد اللون القمر بتاعنا اللي انتوا شفتوه ده. الفرخه مسلوقه، يعني تشوفيها كانها مشويه، كل اللي هياكلها من ايدك مش هيفكر ان انت سلقاها. حشوه البصل اللي احنا حشيناها لها مع الدهان ده هيخلي طعمها في حته تانية خالص. المحشي بيستوي معانا والفرخه دخلناها. تعالوا بقى نعمل طبق شوربه باللسان عصفور والخضار قمر. هنجيب كوبايه لسان عصفور، هنزل الاول في الحله بمعلقتين زيت او سمنه، واقوم نازله بكوبايه لسان عصفور هحمصها، واول ما لونها يبقى ذهبي كده هنقوم نازلين بالشوربه بتاعتنا. الشوربه بحب ان انا اصفيها من اي بصل او توابل او بهارات موجوده فيها عشان يبقى قوامها خفيف وجميل وتحسي بطعمها. هنصفي الشوربه بتاعتنا، وبعد كده هنقوم نازلين معايا بنص جزرايه ونص كوسيه. ولو هم صغيرين اعملي جزرايه وكوسيه، بس قطعيهم صغير عشان يستووا وياخدوا التسويه المظبوطه. المحشي استوى، الفرخه طلعت من الفرن، هحط لها فحمايه وعليها نقطتين زيت عشان تدخن وتدينا طعم المشاوي. اظن مفيش اسهل من كده. اهم حاجه تنظمي وقتك وتنظمي مطبخك، الوصفه معاكي هتطلع سهله وجميله. والله قرفته كانت حلوه وما اخدش مني وقت. كل حاجه سهله، بس اهم حاجه ان انت تنظمي وقتك علشان خاطر ما تاخديش وقت في المطبخ، وترصي بقى اكلتك الجميله في صينيه التقديم. وطبعا عارفين كلنا العين بتاكل قبل البق. قدمي بقى بالشكل الجميل ده وشوفي العيله هتقولك ايه. محدش هيصدق ان انت مطلعه الجمال ده، كله هيفكر ان انت شارياها من بره. زينتها من على الطرف كده بشرائح من الجزر، وزي ما انتوا شايفين الفرخه بجد جميله وريحتها تحفه، والمحشي مفيش ولا صباع فرقع، الرز مفلفل مستوي. بجد الوصفه جميله جميله جميله. اللي ما بتعملش المحشي زيي فاتها كتير. اكتبوا لي بقى بتعملوا المحشي زيي ولا ليكوا طريقه تانية. هستنى تعليقاتكم، واوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتكتبوا لي بقى تعليق حلو كده، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد، وتتابعوا القناه عشان يوصلكم كل جديد. وبكده يبقى وصلنا لنهايه الوصفه. المحشي جميل ومستوي وطعمه تحفه والفراخ دايبه دوب. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، وجربوا الشوربه اللسان عصفور بالخضار دي هتعجبكم جدا. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.